بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جوار بيت الله وأرض الرسالة، رسالة الإسلام الخالدة، يسعدني أن أرحب بكم في وطنكم الثاني المملكة العربية السعودية، سائلا الله جل جلاله في هذه الليالي المباركة أن يوفقنا على فهم أمور أمتنا الإسلامية وأسباب ما حصل لها من ضعف وتفرق، الأمر الذي انعكس على تماسكها ووحدتها. أيها الأخوة الكرام، إن الأمة الإسلامية تعيش اليوم حالة من الفتن والتفرق، والتي بسببها تسيل دماء أبناؤها في هذا الشهر المبارك الكريم في أرجاء كثيرة من عالمنا الإسلامي، متناسين قول الحق تعالى: الفتنة أشد من القتل. إخواني الكرام، إن الحل الأمثل لكل ما ذكرت لا يكون إلا بالتضامن والتسامح والاعتدال والوقوف صفا واحدا أمام كل من يحاول المساس بديننا ووحدتنا، وبهذا يمكن لنا إن شاء الله أن نحفظ لأمتنا الإسلامية تاريخها وكرامتها وعزتها في زمن لا يعترف إلا بالأقوياء. فإن قمنا العدل هزمنا الظلم، وإن انتصرنا للوسطية قهرنا الغلو، وإن بذلنا التفرقة حفظنا وحدتنا وقوتنا وعزمنا إن شاء الله. إخواني الكرام، أستحلفكم الله جل جلاله أن يكون عليكم قدرة المسؤولية، وأن نكون جديرين بحملها، وأن ننصر الحق مستدركين قول الحق تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إخواني، ومن هذا المنطلق أقترح عليكم تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية للوصول إلى كلمة سواء، يكون مقره مدينة الرياض، ويعين أعضاءه من مؤتمر القمة الإسلامي، وباقتراح من الأمانة العامة والمجلس الوزاري. هذا وأسأل الله تعالى أن يثبتنا على ديننا، وأن يحفظ لهذه الأمة أمة الإسلامية وحدتها ومجدها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.